أكلة سريعة وسهلة للناس المستعجلة، 10 دقايق في المطبخ وتكون جاهزة ومكوناتها كلها موجودة متوفرة في البيت وطعمها يجنن. يلا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة. بس قبل ما نبدأ كالعادة حابة افكركم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. اول حاجة هنحتاج 4 معالق كبار زبدة وعليهم 4 معالق كبار زيت، وممكن كله زيت او زبدة او سمنة زي ما بتحبوا. هدوب الزبدة مع الزيت واسيبهم يسخنوا كويس مع بعض، وبعد كده بنزل عليهم صدور فراخ مقطعة مكعبات كده وابدأ اشوحها كويس جدا مع الزبدة. وناخد بالنا يا بنات بننزل الفراخ على طاسة تكون سخنة والزيت والزبدة يكونوا سخنين علشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتفضل طرية وما تنشفش. هسيب الفراخ في الطاسة كده مش هقلبها لحد ما لونها يبدأ يغير من تحت، وبعد كده بقلبها وابدأ احط عليها البهارات. فلفل اسود، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ او 7 بهارات، وهحط عليها معلقة صغيرة ملح. هقلب الفراخ مع البهارات واسيبها تتشوح شوية لحد ما تدخل في السوا. وفي الوقت ده تعالوا نسلق مع بعض المكرونة. مية بتغلي حطيت عليها معلقة ملح كبيرة وحطيت المكرونة. عايزين نسلق المكرونة نص سلقة بس. هسيب المكرونة تغلي 5 دقايق مش اكتر من كده علشان احنا عايزين نسلقها نص سلقة بس. وما حطيتش زيت في مية سلق المكرونة علشان الزيت بيخلي الصوص يتزحلق من على المكرونة. وهنا خلاص الفراخ اتشوحت كويس وداخله في السوا. هضيف عليها بصلايه كبيره مفرومه ناعم او مبشوره. هقلب البصله مع الفراخ واسيبها تتشوح معاها شويه. بعد كده ضفت معاهم شويه مشروم وهسيبه يتشوح معاهم لمده 5 دقايق. المشروم ده فريش هياخد من 5 ل7 دقايق في التشويح. لو هتحطي مشروم معلب بتاع المصانع هتشطفيه كويس من المواد الحافظه وهتشوحيه لمده دقيقتين بس. ولو مفيش مشروم خالص تقدري تستغني عنه. وتقدري كمان تضيفي اي خضار موجود عندك في التلاجة، فلفل الوان او فلفل اخضر، شوية جزر او شوية بسلة، شوية زيتون. وتقدري كمان تعمليها من غير فراخ خالص بالخضار والمكرونة بس. وكده المكرونة خلاص اتسلقت نص سلقة بعد ما سيبناها تغلي 5 دقايق. يعني بتكون بتتقطم كده، لو ضغطنا عليها بتتقسم نصين مش بتتهري في ايدينا. هصفيها كويس من المية واخليها على جنب. نرجع للفراخ. زي ما احنا شايفين المشروم دبل كويس كده ودخل في السوا. بجيبه على جنب هو والفراخ واحط عليهم معلقتين كبار دقيق. هقلب الدقيق مع الدهون اللي موجودة. عايزه احمصه شويه علشان ما يبقاش فيه اي طعم ني. اول ما يبتدي يتشرب الدهون هقلبه مع الفراخ والمشروم لمده دقيقتين كمان. عايزه بس الدقيق يستوي شويه. زودت حته زبده صغيره وحطيت عليهم 3 فصوص توم مهروسين ناعم. وانا بحب احط الثوم في الاخر كده علشان طعمه وريحته يفضلوا موجودين. بشوح الثوم شويه صغيرين كده لحد ما ريحته تطلع، وبعد كده بقلبهم كويس مع بعض. عايزه اقول لكم ان الريحه هنا تجنن. بعد كده حطيت عليهم لتر من الحليب. الوصفه الاصليه بتتعمل بالكريمه بس، كريمه الطهي او كريمه الطبخ. تقدري تحطوا نص الكميه حليب ونصها كريمه، او تعملي زي ما انا عملت وتستخدمي حليب بس. هقلبهم مع بعض كويس واسيبهم لحد ما يغلوا. شايفين قوام الصوص هنا لسه خفيف ازاي؟ بعد ما تغلي هنلاقي القوام بتاعها تقل شويه. زودت لها كمان شويه من الفلفل الاسود ورشه صغيره من جوز الطيب، بتديها طعم حلو قوي. وحطيت لها نص قالب مرق الدجاج، وده اختياري، لو مش عايزاه ما تحطهوش. هقلب كله كويس مع بعض واسيبها لحد ما تغلي. بعد ما بتغلي بنلاقي القوام بدأ يتقل شويه بالشكل ده. رشيت عليها رشه من الزعتر، وبعد كده بنزل عليهم المكرونه. وكده المكرونه هتكمل سواها مع الصوص. هتنزل النشا بتاعها في الصوص تتقله شويه، والمكرونه كمان ما تعجنش. نهدي بقى النار شويه ونسيب المكرونه تغلي غلوتين مع الصوص الرهيب ده. ولو حابين تخففوا الصوص شويه ممكن بشويه حليب او شويه ميه من سلق المكرونه. السمك بتاع الصوص يرجع لكم خفيف او تقيل زي ما بتحبوا.
وفي الاخر خالص ضفت كمان مكعب زبدة كده علشان يخلي الطعم اغنى، علشان انا عاملاها بحليب بس ما ضفتش عليها كريمة، وده اختياري. واول ما تبدأ تبقبق بالشكل ده يبقى كده خلاص هي جاهزة. ريحتها خطيرة وشكلها يجنن كده وهي غرقانة في الصوص، لازم تجربوها. تتاكل كده وهي سخنة بجد، طعمها يجنن. نغرفها بقى كده على طول وهي لسه سخنة، وبألف هنا وشفا. أكلة سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت كتير في تحضيرها، وطعمها تحفة. رشة بقدونس كده على وشها او رشة جبنة برمجان، وبألف هنا وشفا. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبتمنى تجربوها. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وتعملوا شير مع كل اصحابكم علشان يشوفوا الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا حالا، وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. استودعكم الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. كنت معاكم نرمين علي، ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة مطبخ اونلاين نرمين علي. وحشتوني جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله عن كفتة الحاتي. هنعملها بطريقة حلوة قوي. هنشوف ازاي تبقى متماسكة، وازاي نصبع الكفتة وتطلع بنفس الحجم من الفرن من غير ما تكش، وايه المكونات السرية اللي بنحطها على الكفتة علشان تكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية جدا، وما تفكش ابدا من على السيخ زي الجاهزة اللي بنجيبها من بره، واحسن كمان. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم. اول حاجة معانا كيلو لحمة، اي نوع لحمة ينفع، كندوز او جملي او ضاني، كلها حلوة. اهم حاجة انها تكون ناعمة مفرومة مرتين، ويكون فيها نسبة دهون ما تقلش عن 25%. يعني لو عندك كيلو لحمة يكون فيها 25 جرام من الدهون. واحط عليهم 100 جرام من اللي هي الضاني، بتديها طعم وريحة حلوة قوي. لو مش عندك ليا ضاني او مش بتحبيها ممكن تحط اي نوع دهون. وهنحط عليهم كمان نص كوباية من ورق البقدونس المفروم. ومعايا هنا كمان بصلتين كبار مبشورين بالمية بتاعتهم، مش هصفيهم من المية، بس انا هاخد كبشة واحدة من البصل هصفيهم علشان ناخد منهم شوية مية صغيرين. يعني انا اخدت شوية والباقي هخليه زي ما هو، والشوية اللي اخدتهم حطيت عليهم رشة ملح خفيفة علشان تساعدني ان المية تنزل، وهصفيهم علشان ناخد منهم شوية مية صغيرين. والتفل اللي هيطلع هرجعه تاني على البصل، وهستخدمه طبعا مع الوصفة. اهو شوية مية صغيرين. هاخد البصل اللي عندي كله وهنزله على اللحمة. تعالوا بقى اقول لكم على المكونات السحرية اللي بيحطها الحاتي في الكفتة علشان تديها التماسك والقوام اللي بنشوفه بره. هي النشا وبياض البيضة. ناس هتقولي ايه العك ده، بياض بيضة مع الكفتة؟ لا خالص، انا واثقة ان انتوا هتجربوها وهتطلع معاكم نتيجة مش هتتخيلوها ولا عملتوها قبل كده. بياض البيض مع النشا هو ده اللي بيخلينا ناخد القوام المتماسك اللي في الكفتة. انا حطيت على كيلو اللحمة بياض بيضة واحدة ومعاها 3 معالق كبار نشا، وضفت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر بتاع الكيكة، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ورشة صغيرة من القرفة، ورشة من جوز الطيب. وفص توم مفروم. هنخلط بقى كل المقادير دي مع بعضها ونعجنها كويس لمدة ما تقلش عن 10 دقايق، او ناخد شوية بشوية في الكبة ونفرمها لحد ما تنعم وانسجة اللحمة تتجانس مع بعضها وتعمل قوام كده هوريهولكم دلوقتي. انا مش هضربها كتير، انا بس هضربها ضربتين او 3. بخلط كل المكونات مع بعضها. لو مش عندك الكبة هتعجنيها بايدك هتنفع عادي. بصوا اهي نعمت خالص وبقت متماسكة مع بعضها. ودي اللحمة بتاعتنا بعد ما خلصتها وبقت قوامها متماسك، والانسجة بتاعتها متماسكة مع بعضها، والانسجة بتاعتها بتعمل خيوط رفيعة بينها وبين بعضها بالشكل ده. وهي دي النتيجة اللي احنا عايزينها. بعد كده جبت طبق وحطيت فيه معلقة سمنة كبيرة، ونزلت عليها بفحماية كبيرة مولعة، وبغطيها كويس واسيبها لحد ما تتشرب ريحة الفحم، واحطها في التلاجة ترتاح من نص ساعة لساعة. تعالوا بقى نعمل الكفر اللي هنغطي بيه الكفتة من بره.
مية البصل عليها معلقتين عصير طماطم ومعلقتين زيت، نص معلقة صغيرة سكر وملح وفلفل اسود وفص ثوم مفروم. ما تخافوش من السكر، مش هيبان طعمه خالص، بس بيدي كرمله ولون جميل للكفتة. ودي اللحمة بتاعتي بعد ما قعدت في التلاجة ساعة. تعالوا بقى نشكها مع بعض ونشوف ازاي نصبعها على الاسياخ بتاعتنا. هستخدم اسياخ الشيش طاووق الخشب، ممكن تستخدمي اي اسياخ تانية، وهحط 2 أو 3 مع بعض علشان تديني تجويف الكفتة زي اللي بنجيبها من بره من عند الحاتي. وهاخد حتة من عجينة الكفتة وبصوابعي هبدأ اضغط عليها علشان تمسك على الاسياخ. مهم جدا نقفلها كويس من فوق ومن تحت علشان ما تفكش. وناخد من الخلطة اللي احنا عاملينها من الطماطم ومية البصل والزيت ونبل ايدينا ونضغط على الكفتة، وبالصابع الكبير هنبدأ نضغط عليها ونعمل لها عقل بالشكل ده. شايفين متماسكة ازاي على السيخ وما بتفكش مهما بنحرك فيها. وبعد كده هجيب صينية وعليها شبكة وهرص عليها صوابع الكفتة علشان هسويها في الفرن. تقدري تسويها على شواية فحم او اي شواية تانية. هصبع معاكم كمان واحد. باخد حتة من عجينة الكفتة ونحطهم على سيخين او 3 من اسياخ شيش طاووق، وهضغط بايدي كويس على عجينة الكفتة علشان تمسك كويس في السيخ. مهم جدا نقفلها كويس من فوق ومن تحت علشان ما تفكش. وبعد كده هنبل ايدينا بمية البصل والطماطم والزيت اللي احنا عملناها وبندهن بيها الكفتة من بره. واخر حاجة بصباعنا الكبير والصابع اللي جنبه هضغط كده على صابع الكفتة علشان نعمل له عقل بالشكل ده. بعد كده بحط كوباية مية في الصينية. المية دي لما بتغلي بتدي بخار بيعمل طراوة حلوة قوي للكفتة، طرية زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. والتسوية هنولع الفرن على اعلى درجة حرارة، وبعد ما يسخن هنحطها في الرف اللي في النص. بتقعد تقريبا نص ساعة في الفرن، وكل 5 دقايق بنقلبها على ناحية علشان تستوي من جميع النواحي وتاخد لون حلو. ودي الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، متماسكة جدا وطرية وواخدة لون جميل من بره. ما شاء الله شكلها تحفة وريحتها تجنن. عملت معاها كمان شوية سلطة طحينة وسلطة خضرة بلدي تستاهل بقكم. تعالوا بقى نفكها من على السيخ ونشوف ايه الاخبار. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طرية جدا، مستوية كويس من بره ومن جوه واخدة لون تحفة تجنن. انا متأكدة ان كل اللي هيعملها هتعجبه جدا وهيشكرني عليها وهتقولولي دي احسن كفتة عملناها. يا ريت يا جماعة تعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفيد. انا عارفة ان انتوا حبايبي واكيد هتساعدوني وتعملوا شير ولايك للفيديو. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بتمنى وصفتي تكون عجبتكم وبتمنى تجربوها وتكتبولي في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تنزلوا حالا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي سهلة وسريعة وطعمها في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض فطاير الطاسة بالجلاش وهنحشيها باكتر من حشوة، وهنعملها كمان سادة بالحليب والسكر من غير دقيق ولا عجن ولا فرد. شايفين العظمة؟ شايفين الجمال؟ بجد تحفة. لو اول مرة بتشوفوني انا اسمي نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي.
ما تنسوش بقى تشتركوا، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو مع كل اصحابكم. يلا بينا نسمي الله وندخل على الطريقة والمقادير. اول حاجة هنجيب 1.5 كوباية من الحليب، وهنحط عليهم 4 معالق كبيرة من الكاستر البودرة، وعليهم 3 معالق كبار سكر. هدوبهم على البارد، وبعد كده برفعهم على النار، نار تكون متوسطة لحد ما يبدأوا يغلوا مع التقليب المستمر لحد ما تدينا القوام ده. وده شكل الكاستر بعد ما استوى، بيكون شبه المهلبية كده. ولو ما عندناش بودرة كاستر ممكن نستخدم مكانها النشا. هنزلهم في طبق تاني علشان يبردوا، وهغطيهم بكيس تلاجة او ببلاستيك ستريتش علشان ما يكونش قشرة على الوش، وهخلي الاستريتش على طول ملامس لوش الكاستر علشان ما يكونش قشرة، وهخليه على جنب بقى شوية لحد ما يبرد. ومعايا هنا نص كوباية زبدة دوبتهم وحطيت معاهم نص كوباية زيت. تقدري تستخدمي سمنة وزيت او زيت بس زي ما تحبي. ومعايا كمان هنا لفة جلاش. هبتدي اجيب اول ورقة من ورق الجلاش، وهبدأ ادهنه كويس جدا جدا بخليط الزبدة والزيت. وبعد كده حطيت الورقة التانية من الجلاش، وهنا هدهن الاطراف بس، مش هدهن في نص الورقة ولا حاجة. لو الجلاش مجمد هنخليه يفك خالص الاول علشان ما يتقطعش مننا واحنا شغالين فيه. وبعد كده جبت معلقتين من الكاسترد وحطيتهم في نص ورقة الجلاش وبفردهم شوية، وهبدأ اطبقها كده. هجيب طرف ورقة الجلاش واطبق على الحشوة، وبعد كده هطبق الطرف التاني عليه بالشكل ده، ودهنتها تاني بشوية من الزبدة والزيت واطبقهم على بعض كده علشان تديني شكل مربع بالشكل ده. تعالوا نعمل الفطيرة اللي بعد كده، وهنعملها بحشوة تانية. زي ما عملنا اول مرة، فردت اول ورقة من الجلاش ودهنتها كويس جدا بالزبدة والزيت، وبعد كده بنزل عليها الورقة التانية، والورقة التانية بدهن اطرافها بس ما بدهنش في النص. وبعد كده حطيت لها معلقة كبيرة من الشوكولاتة في نص الورقة. ولو عايزين تدلعوا نفسكم شويتين زيادة كده هنحط شوية بندق مجروش مع الشوكولاتة، تحفة. وهبدأ اطبق عليها زي ما عملنا اول مرة. خلي بالك ان الفطار بتاعتنا دي هتطرد اي سمنة زيادة بعد ما تتحمر. بعد ما هنسويها هنصفيها شوية من السمنة الزيادة كده، حلو قوي زي الفل. تعالوا بقى نعمل فطيرة الحليب والسكر اللي بتكون سادة من غير اي حشو. دي اول ورقة من الجلاش بدهنها كويس جدا بالزيت والزبدة، وبعد كده بحط الورقة التانية وبدهنها برضو كلها واطبقها عادي خالص زي ما اشتغلنا قبل كده. بطبق اطراف ورق الجلاش على بعض بالشكل ده، وبعد كده بدهنها تاني وارجع اطبقها تاني على بعض علشان تدينا شكل مربع. نيجي بقى للتسوية. هنسوي شوية على الطاسة ونسوي شوية في الفرن، وهنشوف الفرق بينهم. علشان اسويهم في الفرن بدهن الصينية كويس جدا بالسمنة وارص فيها الفطار بتاعتي، وبدهن وشها بشوية من السمنة علشان تحمر وتدي لون ذهبي حلو. والتسوية في الفرن بتكون على درجة حرارة عالية. بنسخن الفرن الاول، وبعد كده بندخل الصينية على الشبكة في نص الفرن، وهنفضل متابعينها علشان ما بتاخدش وقت طويل. تعالوا بقى نسوي شوية على الطاسة. هندهن الطاسة بتاعتنا كويس، وبعد كده نسيبها تسخن شوية على حرارة متوسطة، وهنرص فيها الفطاير بتاعتنا. هنخلي النار بتاعتنا متوسطة علشان ما تاخدش لون بسرعة من بره. عايزينها تستوي براحتها وتورق وتستوي من جوه كمان. زي ما احنا شايفين كده بدأت تنفخ وتورق. هنضغط عليها شوية كده علشان البخار يسويها من جوه، واول ما تحمر من تحت هنقلبها على الناحية التانية. والفطاير دي ممكن نعملها حادقة باكتر من حشوة. لو حابين اكتبولي في التعليقات واعمل لكم فيديو ان شاء الله. مين بقى بيتفرج ولسه ما حطش لايك؟ مين؟ وادي الفطاير بتاعتنا بعد ما اتحمرت من ناحيتين. هاخدها احطها في طبق واصفيها شوية من السمنة، وبعد كده وهي سخنة على طول بنزل عليها معلقتين او 3 كبار من الحليب. دي اللي بالشوكولاتة ودي السادة. وبعد كده برش عليهم سكر بودرة، وضروري نحط السكر البودرة والحليب على الفطاير وهي لسه نازلة سخنة من الطاسة. وبخرمها شوية كده بطرف السكينة علشان تدخل السكر البودرة والحليب تطريها وتخلي طعمها تحفة. ودي كمان الفطاير اللي بحشوة الكاسترد. بعد ما اتحمرت كويس من تحت بنقلبها على الناحية التانية علشان تتحمر وتاخد لون حلو. عايزة اقول لكم طعمها خطير، لازم تجربوها.
وبعد ما بتستوي بصفيها كويس من السمنة الزيادة واحطها في اطباق التقديم، وارش عليها شوية من الحليب وشوية من السكر البودرة. ولو عايزة ممكن تستبدلي الحليب والسكر البودرة بالشربات الخفيف بتاع الجلاش. والشربات الخفيف بيتعمل بكوباية وربع سكر وعليهم كوباية وربع مية وعصرة نص ليمونة، وبنحطهم على النار يغلوا 5 دقايق، وبعد كده بنطفي عليهم النار ونحط لهم رشة صغيرة من الفانيليا ويبرد وتستخدميه. وادي كمان الفطاير اللي سويناها في الفرن، شايفين ما شاء الله شكلها تحفة. الفرق بينها وبين اللي على الطاسة ان هي بتكون مورقة شوية اكتر ومنفوخة شوية، وكمان القرمشة بتاعتها بتبقى اعلى شوية من الفطاير الطاسة. وهي لسه سخنة برضو بسقيها بشوية من الحليب وشوية من السكر البودرة واسيبهم يبردوا، وبعد كده بقطعهم. وزينتهم كمان بشوية من المكسرات المجروشة وجوز الهند، وده اختياري لو تحبوا. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده ونشوف شكلها عامل ازاي. قربوا معايا بقى شوية كده، شوفوا شكلها عامل ازاي، تحفة. والشوكولاتة كمان سايحة جواها، حاجة تتعب الاعصاب، وطعمها كان تحفة. ودي الفطاير السادة، شايفين مورقة وعاملة ازاي زي البغاشة. فطاير سهلة قوي وسريعة في التحضير، وطعمها في منتهى الجمال من غير ما نعجن ولا نفرد. وكمان سويناها على الطاسة علشان لو مكسلة ومش عايزة تشغلي الفرن. بجد يا جماعة وصفة تحفة واخر عظمة، جربوها، ولو جربتوها اكتبولي رأيكم في التعليقات. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. بتمنى من كل قلب الوصفة تكون عجبتكم، وبتمنى تجربوها. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير مع كل اصحابكم عشان الفيديو يتشاف اكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي وصفة جديدة. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. سلام عليكم. شايفين شكلها من جوه عاملة ازاي مع الصوص والطومية كده، طعمها خطير. ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما السوري زي اللي بنطلبها من المطاعم بالظبط. ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش الشاورما. هقول لكم على الطريقة اللي ادتني نفس طعم الشاورما السوري بالظبط واحلى كمان. منظرها وريحتها يخطف القلب والعقل. واحلى تتبيله هتعملوها لشاورما الفراخ في البيت، طعمها حلو قوي زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. تابعوني لاخر الفيديو علشان نشوف كل التكات والحركات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير. اول حاجه هنحتاجها للشاورما بتاعتنا هي صدور الفراخ المخليه او فيليه الدجاج، وهنبدا نقطع الصدور بتاعتنا شرايح رفيعه قوي كده بكل سهوله. وبنفس الطريقه هنقطع الكميه كلها اللي معانا. تقدري تعملي ميكس بين الاوراق والصدور، وتقدري تستخدمي صدور بس. وتعالوا نعمل احلى تتبيله لشاورما الفراخ، والتتبيله دي تكفي الكيلو صدور فراخ. هحتاج اول حاجه 4 معالق كبار زبادي، نص كوبايه زيت، عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من المستردة، ومعلقه كبيره من الثوم المهروس. وهبدا اتبلهم: معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره بصل بودره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا ويا ريت تكون مدخنه، ونص معلقة صغيرة حبهان مطحون، نص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة زعتر، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، وسنة صغيرة كده على طرف المعلقة قرنفل مطحون، ومعلقة كبيرة خل أبيض. نقلب التتبيلة كويس جدا مع بعضها، وكده التتبيلة بتاعتنا جاهزة، ريحتها خطيرة. تعالوا بقى نشوف سر شاورما المطاعم. هي في المكون ده اللي هي الضاني. حتة اللي هي الصغيرة دي هتخلي الشاورما بتاعتنا طعمها وريحتها مفيش أحلى من كده. ومش هنحط كتير، 150 جرام بس على كيلو صدور الفراخ، وهنقطعها تقطيع رفيعة زي الشاورما. نوزعها كده على صدور الفراخ، وبعد كده هننزل عليهم بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا. هقلب قطع الشاورما كده كويس مع التتبيلة،
واغطيها واسيبها كده في التلاجة تتبل براحتها، بس اقل حاجة نسيبها ساعتين علشان الفراخ تاخد طعم حلو. ممكن نعملها من قبلها بليلة ونسيبها في التلاجة لتاني يوم. وعلى ما الفراخ تتبل براحتها تعالوا بقى نجهز صوص الطومية السوري. في حلة هنحط ربع كوباية نشا وعليها كوباية مية عادية من الحنفية، وقلبهم كويس على البارد، وبعد كده نرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما قوامها يتقل كده ويعمل شبه المهلبية شوية، وايديكي فيها على طول بتقلبي باستمرار علشان ما تكلكعش معانا. عايزين قوامها يبقى ناعم وكريمي كده زي المهلبية. هنفرغهم في طبق كده على جنب يبردوا، واغطيهم بستريتش او كيس تلاجة علشان ما تعملش طبق على الوش. بعد كده هتجيبي الخلاط واحط فيها نص كوباية مية باردة عادية، وعليها معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون وفصين توم مهروسين. هاخدهم اضربهم في الخلاط شوية كده لحد ما يمتزجوا مع بعض، وده بيكون شكلهم. بعد كده هجيب خليط النشا اللي احنا جهزناه من شوية وهحطه عليهم في الخلاط، ونخلطهم شوية في الخلاط كده لحد ما قوامهم ينعم مع بعض. بعد كده هنحتاج ربع كوباية زيت وهنضيفهم بالتدريج والخلاط شغال. هنضيفهم سرسوب كده رفيع لحد ما كمية الزيت تخلص، والزيت هنحطه سرسوب رفيع واحنا مشغلين الخلاط لحد كل كمية الزيت ما تخلص، وبيبقى ده شكله كده في الاخر كريمي كده وجميل. ملاحظين هنا ان قوامه خفيف كده شوية وسايل، ده عشان لسه معمول. لما نحطه في التلاجة يبرد شوية هنلاقي القوام بتاعه بدأ يتقل وبقى كريمي بالشكل ده. وادي الشاورما بعد ما سبتها اتبلت براحتها خالص في التتبيلة. هقسم الشاورما بتاعتي جزئين، جزء هسويه معاكم دلوقتي والجزء التاني بحطه في كيس في الفريزر، يبقى جاهز عندي كده وجبة غدا جاهزة في اي يوم. اي يوم حسيت ان انا تعبانة مش قادرة اطبخ ماليش مزاج اقف في المطبخ كتير، نطلعه كده يفك شوية من التجميد وبعد كده نسويه على طول، ما بياخدش 5 دقايق. تعالوا بقى نسوي الشاورما مع بعض. في طاسة او جريل او صينية عندك هحط معلقة كبيرة من السمنة كده علشان الشاورما تفضل طرية وجوسي. هنزل الشاورما كده وافردها في الجريل، والحرارة تكون عالية على الاخر علشان ما تنزلش ميتها وتنشف. فردتها كده في الجريل ومش هقلبها خالص غير لما تبدأ تاخد لون دهبي فاتح من تحت كده، ولونها يبدأ يغير من فوق، وهي كده تقريبا بتبقى داخلة في السوا. هي اصلا ما بتاخدش وقت طويل خالص في التسوية علشان بنبقى سايبينها منقوعة في التتبيلة فترة، والتتبيلة بيبقى فيها عصير ليمون وخل وزبادي، فده بيطريها جدا ويخليها تستوي بسرعة. ودلوقتي هقلبها واسيبها شوية كمان تكمل تسويتها وتبقى جاهزة معانا. وحطيت لها كمان فحماية مولعة كده ورشيت عليها رشة من السمنة علشان تاخد ريحة التدخين الحلوة دي. تعالوا بقى نجهز السندوتشات مع بعض. عندي عيش شاورما شارياه جاهز، وفي المطاعم كمان بيستعملوا عيش شامي او لبناني، بيفتحوه كده وياخدوا الظهر بتاعه ويحطوه كحماية للعيش السوري. هندهنه بشوية من صوص الطومية وبعد كده هننزل عليه بقطع الشاورما. عايزة اقول لكم ريحتها واصلة لاخر الشارع بجد عالمية. حطيت كمان بطاطس محمرة وخيار مخلل وشوية من الكاتشب، وبقفل الساندوتش بتاعي كده بكل سهولة. بنقفل الجوانب الاول وبعد كده ببرمه واضغط عليه ضغطة خفيفة كده وانا ببرمه، وكده يبقى جاهز معانا. ولو عايزينه حار هنحط شوية من الهوت صوص مع صوص الطومية واحنا بندهنها. تعالوا بقى نحمصهم في نفس الطاسة مكان تسوية الشاورما. زودت بس معلقة زيت واحدة، وهبدأ ارصهم كده واحطهم لحد ما يتحمروا وياخدوا لون حلو من جميع الجهات. اقلبهم كده على كل ناحية شوية لحد ما يتحمص وياخد لون جميل كده. بذمتكم فيه جمال وحلاوة كده يجنن وريحته خطيرة. جربوه، لما تجربوه بقى ما تنسوش تقولولي في التعليقات. تعالوا بقى نقطعه كده ونشوف شكله من جوه. شوفوا انتوا بقى واحكموا بنفسكم، بيتكلم عن نفسه. تقدروا تقطعوه على 2 او تقطعوه سلايس صغيرة كده وترصوه في طبق كده جميل مع شوية خضار، كرنب مع جرجير وشوية من صوص الطومية وشوية من الخيار المخلل وشوية ليمون مخلل، وبألف هنا وشفا. لا تقولولي بقى شاورمة مطاعم ولا اي حاجة تانية، انسوا الكلام ده خالص. حاجة كده تستاهل بقكم. شايفين شكلها من جوه عاملة ازاي مع صوص الطومية كده؟ طعمها خطير. ما تنسوش اللايك يا حلوين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.
السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك بطريقه حلوه جدا، سهله وبسيطه جدا جدا، وهننسى بقى شويه الشوي والدخان، وننسى القلي والتحمير والكلام ده كله خالص. يا دوب هنحضر الخلطه ونحطه في الفرن وهيكون جاهز ان شاء الله معانا في اقل وقت ممكن. يلا نسمي الله ونبدأ على طول نشوف السمك القمر بتاعنا ده عملناه ازاي. بس لو اول مرة بتشوفوا قناتي، انا اسمي نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. ما تنسوش تشتركوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. يلا بينا نجهز التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك. معانا معلقة كبيرة مليانة توم مفروم، معلقة كبيرة مليانة فلفل رومي او حامي مفروم، معلقة كبيرة هريسة فلفل احمر، وعصير ليمونتين كبار. وهنحط عليهم التوابل: معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة ملح، وبهارات سمك، ورشة صغيرة من الشطة، ومعلقتين خل ابيض. وهقلب التتبيلة بتاعتنا دي مع بعض تقليبتين كده حلوين يدوب الملح والتوابل وتبقى كده جاهزة. ودي احلى تتبيلة ممكن نعملها لاي نوع سمك. عندي هنا السمك متنضف، شايله القشر بتاعه من بره ونضفت بطنه كويس جدا جدا علشان الزفارة، ونقعته 10 دقايق في ميه فيها معلقتين دقيق ومعلقتين ملح ومعلقه عصير ليمون. وبرجع اشطفه بميه نضيفه واصفيه لحد ما يبقى زي الفل بالشكل ده. وعملت بالسكينه فتحات على ظهر السمك بالشكل ده من الناحيتين، علشان السمك ده بيبقى حجمه كبير شويه، عايزين لحم السمك يتشرب كده من التتبيله ويتنكه ويطعم بطعم التوابل الحلوه دي. وعلشان احنا هنشويه مش هنقليه، فعايزين يبقى كل اللحم السمك متطعم كده واخد طعم جميل. عايزه اقول لكم وانا شغاله كده ريحه التتبيله تحفه. طبعا تقدري تستخدمي التتبيله دي للسمك المقلي عادي، هتطلع معاكي نفسها وريحتها زي الفل. اتاكد بقى كمان ان انا دخلت التتبيله في الفتحات اللي انا عاملاها في ظهر السمك كويس. ويفضل لو تبلنا السمك من قبل ما نسويه بساعه او ساعتين نحطه في التلاجة كده علشان يتشرب اكتر من طعم التتبيله وناخد منه احلى طعم. نسيب السمك بقى يتبل شويه لحد ما نجهز الخلطه بتاعته اللي هنحطها في الصينيه. هحتاج بصله كبيره مقطعاها شرايح، واربع حبات طماطم مقطعهم مكعبات صغيره، وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر. تقدري تستخدمي فلفل رومي اخضر بس الناس اللي متابعيني عارفين اكيد ان انا بحب الالوان في الاكل، بتعمل لي كده بهجه وانتعاش. وحطيت عليهم نص حزمه كزبره خضراء مفرومه، ومعلقه توم مفروم، ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل او صلصه طماطم، ده ينفع وده ينفع. والتوابل بتاعتنا فلفل اسود وملح وكمون وكزبره ناشفه وبهارات سمك، واخر حاجه عصير ليمونه كبيره. ولو اتبقى عندك شويه من تتبيله السمك حطيهم عليها، هتخلي طعمها خرافيه. اول ما تبداي تقلبي الخلطه كده شغلي الفرن بتاعك على اعلى درجه حراره علشان يسخن. عايزه اقول لكم ان الخلطه الحلوه دي بكل الواناتها كده ونكهاتها كفيله ان هي تحلي طعم اي صينيه. الريحه وانا بقلب كده ريحتها تجنن. ونجيب اي صينيه عندنا بتدخل الفرن ونحط فيها شوية من الخلطة، نحطها في أرضية الصينية كده، هنعملها فرشة للسمك. بعد كده هرص عليها السمك عادي خالص، وهجيب كمان شوية من الخلطة كده ونحشيها جوه بطن السمكة. عايزين نحاصر السمكة كده من جميع الجهات بالخلطة القمر دي، امال ايه، احنا في السمك ما بنهزرش. طيب بعد كده نسكت؟ لا ما نسكتش. هجيب كمان شوية من الكزبرة الخضراء المفرومة واحطهم في بطن السمكة. عايزة السمك كده وهو بيتشوي في الفرن ريحته تفحفح وتوصل لاخر الشارع. وعلشان نكمل الجريمة بتاعتنا كمان هنعمل ايه، هنجيب شرايح كده من الليمون الحلوة ونحطها جوه السمك. يا عيني على الدلع. وباقي الخلطة اللي اتبقت معانا هجيبها كده احطها على وش السمك. صينية السمك لحد دلوقتي كده تنفع جدا للدايت، لو حد عامل دايت او حد عايز ياكل اكل صحي او حد لا قدر الله تعبان. سمك مشوي من غير ولا نقطة زيت. بصوا بقى شكله عامل ازاي، عايز يتاكل ني كده بالخلطة بتاعته. حطينا كل التتبيله كده اهوت على الوش، وفي الاخر هنحط عصير ليمونه ورشه زيت. وزي ما قلت لكم لو عايزينها تنفع للدايت او تكون اكله صحيه هتعملوا كل الخطوات اللي انا عملتها، بس هتستغنوا عن شويه الزيت اللي هنحطهم في الاخر. بعد كده هندخلها على طول الفرن ساخن على اعلى درجه حراره. السمك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت طويل في التسويه، اقل من نص ساعه وهتكون جاهزه.
بحط صينية السمك في الفرن من تحت على ارضية الفرن، ولما نعمل السمك تيست ونتأكد ان هو استوى كويس هفتح الشواية كده 5 دقايق علشان يتحمر من فوق شوية وياخد لون حلو. عايزة اقول لكم ان صينية السمك وهي في الفرن ريحتها كانت قلبة الدنيا. شايفين شكلها بقى بعد ما طلعت السمكة قد ايه طرية ومستوية من جوه، ولحم السمك طري كده وجوسي ودايب على الاخر، مش ناشف كده ومتفل لا خالص، وطعمها كان تحفة، حاجة كده تستاهل بقكم. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. انا كده يا بنات خلصت وصفتي، بتمنى من كل قلب الوصفه تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، هستنى رايكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم عشان ناس كتير يشوفوه، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تنزلوا حالا تشتركوا، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام عليكم. بصوا شايفين اسفنجيه وهشه ازاي؟ هوريكم بس قوامها وشكلها من جوه، تحسوا انها زي القطن بالظبط. احشوا بقى الحشوات اللي تعجبكم. الطعم بقى مش هتكلم عنه، الطعم كان يجنن. نحتاج 2 و3/4 كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات ويكون منخول، وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح، 3 معالق ونص كبار سكر، 1 معلقة ونص صغيرة خميرة فورية. لو ما عندكوش خميرة فورية تقدروا تفوروا الخميرة العادية بتاعتكم برا مع الحليب الدافي وتحطوها بعد كده على الخليط. وبعد كده حطيت عليهم بضاية بدرجة حرارة الغرفة علشان خاطر الخميرة تشتغل كويس، وبعد كده حطيت عليهم كوباية ناقص 2 معلقة كبار من الحليب الدافي، ومعلقتين زبدة كبار تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. هنعجن كل المكونات مع بعضها، واول ما العجينة تلم بالشكل ده هبدأ اعجنها بايدي لمدة ما تقلش عن 10 دقايق. بعد ما عجنت العجينة لمدة دقيقتين ده بيكون شكلها بتلزق، وشايفين العرق بتاعها عامل ازاي. احنا عايزين العجينة بتاعتنا تكون ناعمة ولينة وطرية. هبدأ اكمل فيها عجن لمدة 10 دقايق، وده بيكون شكل العجينة بعد ما عجنتها 10 دقايق، بتكون ناعمة ولينة وطرية بالشكل ده. لازم تكون طرية كده زي الملبن، ودي خطوة مهمة جدا علشان الوصفة تنجح معانا. بعد كده احط معلقة زيت في الطبق، وهحط العجينة واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما حجم العجينة يكون الضعف، وهتاخد من ساعة لساعة ونص على حسب الجو. وده بيكون شكلها بعد ما بتخمر وحجمها بيتضاعف. مش هفضي الهوا منها، هبططها بس شوية بايدي، وبعد كده هقطعها ل5 قطع متساوية. ممكن تستخدموا ميزان في الخطوة دي لو انتوا حابين علشان تطلعوهم متساويين كلهم زي بعض. هبدأ ألمها وأشكلها على شكل كورة بالشكل ده. العجينة ما شاء الله حلوة جدا علشان عجناها كويس واديناها حقها في العجن، وكمان خمرناها كويس. بعد كده هغطيهم واسيبهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة. بعد كده هبدأ افردها على شكل بيضاوي بالطول بالشكل ده، وبسكينة او قطعة عجين هبدأ اقطعها بالشكل ده شرايح رفيعة خالص خالص علشان تدينا شكل خيوط الصوف. هنقطعها من النص، يعني نصها متقطع ونصها مش متقطع. وبعد كده هبدأ احط الحشوة. انا هحشيها شوكولاتة قبل للدهن. هحط الشوكولاتة وهبدأ اقفلها زي القطايف علشان الحشوة ما تخرجش، نضغط عليها كويس ونقفلها كويس. بعد كده هنبرمها او نلفها. بعد كده هحطها في صينية مقاس 20 مدهونة زبدة وفيها كمان ورقة زبدة، وهرصهم جنب بعض فيها. مش لازم صينية مقاس 20، انا عندي قالب فويل اهو
دهنته زبدة وهحط فيه العجينة. اي قالب او صينية عندك ممكن تستخدميه، مش لازم صينية مقاس 20، يعني بس الشكل اللي نازل ترند صينية مدورة والعجينة بتتنفخ فيها، بس اي حاجة عندك ممكن تستخدميها. هنغطيهم واسيبهم يخمروا تاني لمدة ساعة. شايفين نفخت وعليت وارتفعت ازاي؟ هدهن وشها بصفار بيضة ومعلقة لبن ورشة فانيليا علشان انا حاشيها شوكولاتة. ممكن تدهنوها بحليب بس او ممكن عسل نسكافيه زي ما انتوا عايزين، علشان الناس اللي بتقرف من البيض. وهندخله الفرن على درجة حرارة 170، يعني هياخد تقريبا من 20 ل25 دقيقة. والفرن طبعا بيكون مسخنينه من قبل ما ندخل العجينة بتاعتنا بربع ساعة. اصبروا عليها ما تستعجلوش علشان من النص تستوي، لانهم من النص بيكونوا لازقين في بعض، فنديها فرصتها في الفرن علشان تستوي كويس. اول ما طلعت من الفرن دهنتها بزبدة سايحة، وده اختياري، ممكن تدهنوها باي حاجة انتوا عايزينها. هبدأ اسلكها من الصينية. بصوا شايفين اسفنجية وهشة ازاي؟ هوريكم بس قوامها وشكلها من جوه، تحسوا انها زي القطن بالظبط. احشوا بقى الحشوات اللي تعجبكم. الطعم بقى مش هتكلم عنه، الطعم كان يجنن، فانتوا لازم تجربوا علشان تعرفوا الطعم. بصوا شايفين زي القطن ازاي؟ مش ممكن، خطيرة. ودي التانية اللي سويتها في قالب الفويل، حلوة جدا. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا لي كومنت حلو تحت الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتي الجديدة. اسيبكم في رعاية الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم. صباح الفل يا حلوين، صباح السعادة. تعالوا نعمل فطار يجنن. فطارنا النهاردة سهل وبسيط جدا، لذيذ ومختلف ندلع بيه نفسنا شوية. ينفع فطاري وينفع عشاء وكمان ينفع غدا سريع. سهل جدا وسريع ومش هياخد منك وقت خالص، في 5 دقايق وهتكوني مخلصاه. وطبعا بقى الطعم تحفة. مفيش مانع يعني لو كل اسبوع مرة كده عملنا فطار زي ده ندلع بيه نفسنا. يلا بينا نسمي الله ونشوف القمر ده عملناه ازاي. بس ما تنسوش لايكات كتير وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا حالا. معايا عيش فينو وهبدأ افتحه بالسكينة من النص بالشكل ده. داير ما يدور هقطعه كده بالسكينة علشان عايزة اشيل القلب بتاعه. وبشويش كده بسن السكينة هبدأ اسلك الجزء اللي انا قطعته علشان اطلعه كده من غير ما الفينو يتهري مني. وهطلع القلب بتاع الفينو بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اضغط عليه لجوه اسكنه كده في الفتحة اللي انا عملتها. فاهمين قصدي ايه؟ بضغط عليها لجوه كده علشان اسيب مكان فاضي احط فيه الحشو، علشان مش عايزين نرمي الجزء اللي احنا قطعناه ده. وهحطه في اي صاج او صينية بتدخل الفرن. وهكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. بقطع الفينو من النص بالشكل ده. وهشيل القلب بتاعه وبضغط عليه شوية، وبعد كده ببدأ اسكنه كده جوه الفتحة اللي انا عملتها. بعد كده هنجيب معلقتين كبار زبدة مسيحاهم واحط عليهم فص توم مهروس. هقلبهم مع بعض تقليبة حلوة، وبعد كده هبدأ بالفرشة ادهن العيش الفينو بخليط الزبدة والثوم. خليط الزبدة والثوم لما بندهن بيه العيش بيودي الطعم في حتة تانية خالص.
وبعد ما ادهن العيش بتاعي كله بعد كده هدخله فرن ساخن على درجة حرارة 180. هسيبه بس 5 دقايق يتحمص شوية وياخد لون بسيط علشان نكمل باقي الوصفة. بعد ما طلعته من الفرن كان اتحمص شوية وخد لون جميل كده. بعد كده هحط عليه صلصة البيتزا او كاتشب اي حاجة تنفع، وحطيت عليهم رشة من البقدونس المجفف هتديها ريحة حلوة قوي. ما عندناش بقدونس مجفف نرش رشة من الزعتر. ودلوقتي هحط رشة بسيطة كده من الجبنة الموتزاريلا، مش كتير قوي، رشة صغيرة. والحشو بقى اي حاجة عندك في التلاجة. انا كان عندي لانشون قطعته شرايح كده وهحشي بيه الساندوتش بتاعي. ينفع كمان نحشيها ببسطرمة مثلا او هوت دوج مسلوق او لحمة مفرومة متعصجة او بواقي فراخ عندك مثلا موجودة في التلاجة من قبلها بيوم، تجددي كده في طعمها وتعمليها بالطريقة دي، ومحدش هيعرف ابدا ان دي الفراخ اللي كانت بايتة في التلاجة من امبارح. مهم بس ان الحشوة اللي هتحشي بيها حاجة تكون مستوية. بعد كده هنحط عليهم تاني جبنة موتزاريلا، بس المرة دي نكتر كده، نحط شوية جبنة حلوين. خلي ايدك كريمة كده وانت بتحطي الجبنة. وعلى فكرة كمان ينفع تعمليها من غير اي لحوم خالص، شوية جبن وشوية فلفل اخضر شوية فلفل الوان شوية زيتون، وكفاية قوي زي الفل. وفي الاخر رشيت على وشهم كده رشة من الزعتر علشان تدينا طعم شبه البيتزا. وحطيت كمان شرايح من الزيتون الاسود، وده اختياري يعني على حسب ما تحبي. بعد كده هندخله الفرن بس لحد ما الجبنة تسيح. كل حاجة مستوية بس احنا عايزين الجبنة تسيح شوية. وريحتها في الفرن كانت رهيبة. الميكس بتاع الزبدة مع الثوم والحشو اللي احنا حشيناه بجد عامل ميكس تحفة. وبعد ما طلع من الفرن رشيت عليه كمان رشة من البقدونس المجفف. شوفوا بقى جماله عامل ازاي، بجد خطير، لازم تجربوه. وطبعا الطعم تحفة، شكله لوحده كفاية بيتكلم عن نفسه. وزي ما شوفنا مع بعض ما خدش وقت خالص، في دقايق وهتكوني مخلصاه. جربوه والف هنا مقدما. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد، ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو. سلام عليكم. وهو ده بقى سر القوام التحفة والطعم الروعة للرز بلبن بتاعنا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا تعالوا هقول لكم على طريقة المميزة جدا للرز بلبن، من غير ما نسلق الرز في مية ولا هنسلق الرز خالص. وهنعرف كل تركة في الرز بلبن علشان نطلعه كريمي ولونه ابيض كده وطعمه تحفة، من غير كريمة ولا قشطة ولا حتى نشا. انسي بقى خالص اي طريقة جربتيها قبل كده وركزي معايا في الطريقة دي، وما تنسيش تدعيلي. يلا نسمي الله ونبدأ على طول في الوصفة، بس ما تنسوش لايكات كتير للفيديو وكومنت حلو منكم يشجعني. واول تركة معانا هي الحليب. لازم يكون الحليب بتاعك حليب فلاحي سايب كامل الدسم، مش لبن مبستر. بنجيبه من عند اي لبان واثقين فيه، وهنستخدمه على طول من غير ما نغليه. وعلشان تتأكدي ان اللبن بتاعك سليم، هتاخدي معلقة كده من اللبن وتحطيها على النار لحد ما اللبن يغلي جوه المعلقة. لو لقيت اللبن بتاعك بعد ما غلي في المعلقة لسه سايل زي ما هو كده معملش تكتلات، يبقى اللبن بتاعك سليم وتقدري تستخدميه. والحليب اللي معايا 2 لتر او 2 كيلو حليب. هضيف عليهم كوباية من الرز، رز مغسول ومتصفي كويس جدا من المية. يعني لكل كيلو حليب او لتر حليب هنستخدم له نص كوباية بس من الرز، ما تكتريش رز عن كده. هقلب الرز مع الحليب تقلبتين، ودلوقتي بقى هنقع الرز في اللبن واسيبه لمدة ساعتين. هغطي عليه واسيبه يتنقع ساعتين في اللبن. وبعد ما سبت الرز منقوع في الحليب ساعتين، خدته رفعته على النار، نار تكون متوسطة مع التقليب المستمر. وحطي له معلقتين او 3 كبار كده من الجوز الهند، هيديله طعم حلو قوي. هسيب الرز مع الحليب كده على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي مع التقليب المستمر. نفضل نقلب فيه علشان الرز ما يلزقش في الحلة ويشيط معانا. الطريقة دي بقى بتخلي الرزاية شاربة من طعم اللبن قوي قوي، وطعمها بيبقى خطير. واول ما الحليب يغلي بالشكل ده بهدي عليه النار خالص، واغطيه بالغطا كده واسيبه مرفوع شوية علشان الحليب ما يتبخرش منه كتير. وطبعا مع التقليب المستمر كل شوية كده بشيل الغطا واقلبه تقليبتين وارجع اغطيه تاني
لحد ما الرزاية بتاعتي تستوي خالص، وهي ما بتاخدش وقت طويل علشان هي منقوعة في الحليب قبل كده ساعتين، فيعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير وهتبدأ تستوي خالص وتلاقيها دايبة خالص. هنا شايفين الرزاية بدأت تنفش كده وحجمها يكبر والرز بدأ يبان في الحليب. هفضل اقلب تقليب مستمر واغطي عليها بقى لحد ما تكمل سواها خالص. وبعد ما الرز بتاعي يكمل تسويته هحط عليه نص كوباية كريم شانتيه خام، وهو ده بقى سر القوام التحفة والطعم الروعة للرز بلبن. وضفتله كمان كوباية من السكر ونص معلقة فانيليا. السكر تقدروا تزودوه او تقللوه زي ما تحبوا. انا بضيف على كوباية الرز والاتنين كيلو حليب كوباية سكر، وضفت لهم كمان ذرة ملح صغيرة قوي كده على طرف المعلقة علشان يظبط الطعم. هقلب شوية كده لحد ما السكر والكريم شانتيه يدوبوا كويس، واسيبهم يغلوا كام غلوة كده علشان طعم الرزاية يتشرب من السكر والكريم شانتيه. وضروري التقليب المستمر بعد ما تحطي السكر. ادام حطيتي السكر خلاص ايدك ما تتشالش منه علشان السكر ما يلزقش في الحلة من تحت ويشيط معاك الرز بلبن. وده شكل القوام بتاعه وهو لسه سخن. لما نغرفه ونسيبه يبرد قوامه بيتقل شوية كمان صغيرين وبيبقى كريمي وتحفة. هنغرفه في اي اطباق او ممكن نحطه في طواجن تتحط في الفرن ونديله وش كده تحت الشواية. ما شاء الله شايفين الرزاية لونها ابيض قوي قوي ازاي، لانها اتنقعت في اللبن الاول لحد ما لونها فتح قوي كده، وكمان شاربة من اللبن حلو جدا. خلوه سادة بقى او زينوه بمكسرات وجوز هند او تحطوا عليه اي صوصات تحبوها. انا عن نفسي بحب اكله سادة خالص. وهسيب الرز بلبن بتاعي يهدى خالص ويبرد كويس قبل ما اغطيه. هغطيه بستريتش او اي غطا عندي، وطبعا ما ينفعش اقفله وهو سخن علشان البخار هيطلع على الغطا يعرقه وينزل نقط مية على وش الرز بلبن، فانا لازم اسيبه يبرد خالص. وهحطه في التلاجة 3-4 ساعات او من بالليل لحد الصبح. ودول اخر شوية في الحلة وهم اطعم شوية في الرز بلبن كلهم. بحب اكلهم كده وهما لسه دافيين. طعمه بجد خطير لازم تجربوه. شايفين بقى كريمي ازاي وطري وتحفة. والرز بلبن مش غرقان رز، الرز فيه مش كتير زيادة عن اللزوم، وكريمي كده وجميل من غير ما نحطله نشا خالص. الرز بينشي لوحده ما شاء الله كريمي جدا. ما تعمليش الرز بلبن بالطريقة القديمة وبطلي تسلقي الرز وجربي طريقتي دي. والف هنا مقدما لكل اللي هياكل منها. كده انا خلصت النهارده، نورتوني. ما تنسوش بقى لايكات كتير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.